العصبجي جاني مزمل وقال لي يا شيخ أنا أخطأت وقلت كلمة في قول إن النبي صلى الله عليه وسلم انحرف، وقال كلمة محمد مصطفى حرف لصفية كتل بها ملف لعصبجي كتل بها ملف، وطبعا في الإعلام حريف لكن برضو ما بينفعك ولا يغني عنك من الله شيئا إن لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا قال ما بتوب إن لم يتب ولا ما بتوب ولا ما دار يتوب ما بدعني ما سمعنا إلا منه. والقرضاوي قال لنا داعية الفتنة واللهم أمتني على الفتنة إلى آخر ذاك القرضاوي. ده بيجاي برضو قال شنو ما بتوب في مسألة ثانية. قال شنو؟ قال عصبجي جاني قال لي أنا غلطت وقلت الكلمة دي وأنا ما قاصد. محمد مصطفى شوف في المقطع ده ذاته قال قلت له ما دام ما قاصد يا ما في شيء، يعني ما في شيء. والله أنا أقول لك الحقيقة. أولا هذا العصبجي استفتاني قبل فترة عن كلمة كتل ملف وما في شهود عشان ما تكذب سعيد تجيب لي ناس يكذبوا العصبجية بتاعتك. أنا أوريك الكلام المنطق بالحرف الواحد حتى أنني ذكرته في بعض المحاضرات هنا. استفتاني وكان لوحدي العصبجي السفيه الشماتي قال لي أنا أخطأت يا شيخ. الناس جايبين عليه حرف الوقت ده طبعا الجايبين عليه حرف ما بعرفهم لكن جماعة من إخواننا اللي هو بيعاديهم. وأنا قلت الرسول صلى الله عليه وسلم كتل ملف أخطأت في هذه وتبت ما أعرف. قلت كده ما عرفت مني ده الكلام اللي قاله. أنا قلت له أنت أخطأت وتبت هي ما قاصد. أيوه قلت له ما عليك حاجة. محمد مصطفى قال وده كلام ابن القيم وده كلام شنو؟ ابن القيم. وأورد محمد مصطفى دليلين على إنه شنو؟ أنت ما كافر يا مزمل لأنك أنت شنو؟ ما قاصد. أيوة قال الله قال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ده قال محمد مصطفى. شوف الدليل الثاني. قال الدليل الثاني حديث الرجل الذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا شنو؟ ربك. قال أخطأ من شدة الفرح. قال ده كلام ابن القيم. والعبارات بشنو؟ بمقاصدها. كبر عليه متعين الإصلاح لأنه مداخلهم كرروا حياته. لما قال لي يا شيخ أنا غلطت وقلت كتبت ملف. قلت له لا غلطت المهم أنت أنا أفتيته ما بيظهر لأنه ابن القيم قال الأعمال بمقاصدها. أنت قاصد قلة الأدب دي قال لي لا ما قلت له خلاص أنت أنا عندي وأنا هذا كلامي أنا برد عليك الكلام ده مناسبته. قلت له ما دام ما في شيء ما قاصد لأنه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلام ابن القيم لما الرجل قال حديث التوبة لما قال اللهم أنت ربي عبدي وأنا ربك وما ناسب. الرسول قال أخطأ من شدة شنو؟ الفرح. ده المقطع الأول برأ فيه شنو؟ مزمل وجاب أدلة ذاته. والله أنا ما سمعتها من مزمل ما سمعتها منه. قال الدليل الثاني في المقطع الثاني قال شنو؟ تعقيب تاع جمعة في تعقيب غايته واقف المهم وراء المنبر. قال العصبجي برضو جا سألني وما يقول لك معاه زول ما معاه أي زول. قال جا سألني وقال لي أنا قلت الكلمة دي وأنا ما قاصد والجماعة هايجين علي. في المقطع ده قال الجماعة ديل لأنه تاعب اللي هو جماعة الإصلاح. كبر عليه متعين الإصلاح لأنه مداخلهم كرروا حياته. هنا في المقطع ده قال أنا ما عارفون الجماعة ديل ياتون لكن بيكونوا غاية أخواننا. قال الناس جايبين عليه حرف الوقت ده طبعا الجايبين عليه حرف ما بعرفهم لكن جماعة من إخواننا اللي هو بيعاديهم. قال شنو؟ قال له ما قاصد. أيوة ما عليك حاجة. قال أنا قلت له ما قاصد ما عليك حاجة. وأنا قلت الرسول صلى الله عليه وسلم كتل ملف أخطأت في هذه وتبت ما أعرف. قلت كده ما عرفت مني ده الكلام اللي قاله. أنا قلت له أنت أخطأت وتبت هي ما قاصد.
ايوه انت ما عليك حاجه. بعد ذاك محمد مصطفى قال الحكم العام في الشريعة. عليك الله اسمع كلامي ده كويس. كلام ده يا جماعة بيهمكم تعرفوا اضطراب الرجل وكذب الرجل وسب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجه وتناقض، لتعرفوا خروجه وتناقضه وسبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحكم العام في الشريعة لو في دولة إسلامية بتقتلك. الحكم العام والله قال كده، ده محمد مصطفى بلسان قال الحكم العام ما بالنسبة للعصبجي. قال لأنه العصبجي قال تبت خلاص. الكلام ده في شريعه لو في دوله اسلاميه بتقتلك، لكن قد تكون انت معذور في قواعد العذر بالجهل. لكن في النهايه بتكلم عن الحكم اصلا اللي بيقول الكلام ده، الحكم العام للكلام ده مش بالنسبه للعصبجي. العصبجي ما قال تبت خلاص. في المقطع ذاته بعدها بشويه قال ثاني قال العصبجي قال لو تبت مليون مره يقتلوك. وبعدين قال لك كلام ثاني عصبجي عشان ما تقول لو تبت مليون مره يقتلوك. سبحان الله. المقطع ذاته أول شيء العبارة الأولى قال الحكم العام في الشريعة لو في دولة إسلامية بتقتلك. الكلام ده في شريعة لو في دولة إسلامية بتقتلك. دي شنو؟ واحد. اثنين الحكم العام ما بالنسبة للعصبجي. العصبجي ما قال تبت خلاص. تبت شنو؟ خلاص يعني ما حكمك شنو؟ القتل. الحكم العام للكلام ده مش بالنسبة للعصبجي. العصبجي ما قال تبت خلاص. بعدها بشوية بس قال العصبجي قال لو تبت مليون مرة يقتلوك. وبعدين قال لك كلام ثاني عصبجي عشان ما تقول لو تبت مليون مرة يقتلوك. سبحان الله. يا جماعة في حقد أكثر من كده؟ التناقض عجيب. وصدق الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه شنو؟ اختلافا كثيرا.